بص يا سيدي، في نظريه منتشره الفتره دي ليها علاقه بافنجرز دومز داي وبموت توني ستارك في اند جيم. تعالوا نرجع بقى شويه كده لورا الفيلم انفينيتي وور، لما دكتور سترينج قعد يستكشف في طرق مختلفه قدروا يقضوا فيها على ثانوس. عرفنا ساعتها ان كان في طريقه واحده بس انه يقضوا عليه، وفي فيلم اند جيم كانت الطريقه دي ان توني ستارك يضحي بنفسه وينقذ العالم من ثانوس. طب تعالى بقى كده معايا كده، تخيل ان دكتور سترينج كان بيحور، وان ده ما كانتش الطريقه الوحيده ان ممكن يقضي بيها على ثانوس. اللي اتفرج على مسلسل لوكي هيلاقي ان هو شال ريمينز او كانج كان بيحكي لما اكتشف عبر الزمن وقابل نسخ تانية ليه في ازمنه تانية، وابتدت النسخ دي يحاولوا يسيطروا ويدمروا على الازمنه التانية، وده عمل حاله كبيره من الفوضى. طب تخيل كده معايا، افرض فعلا دكتور سترينج شاف ان في طريقه من الطرق قدروا فعلا يقضوا على ثانوس، وان توني ستارك عادي نجا بعد الاحداث دي كلها، وبنلاقي سترينج بعديها بيشوف ستارك بيسافر عبر الزمن وبيعمل زي ما كانج عمل بالظبط، بالذات ان توني ستارك زي ما احنا فاكرين ان في اند جيم قدر يكتشف السفر عبر الزمن. وطبعا احنا عارفين ان توني ستارك ممكن يعمل اي حاجه عشان بس يحمي اللي بيحبوهم. ابتدى ستارك يدور عبر الازمنه على اقوى نسخه ليه عشان ينقذ العالم، واكيد طبعا في نسخ شريره وقويه زي ما شفنا في دكتور سترينج مالتيفيرس اوف مادنس. علشان كده دكتور سترينج ممكن يكون خد قرار انه يضحي بتوني ستارك علشان يمنع ده من انه يحصل، وحصل العكس.